اهلا بيكم في حلقه جديده من هجرب واقولك. النهارده هجرب معاكم مشروبات موسي كلها، ومش بس كده هقارنها كمان بمشروبات الشعير اللي انا بحبها اللي موجوده في مصر من بدري. مشروبات موسي كانت موجوده بقالها كتير بس كانت مستورده، كان سعرها تقريبا حوالي 25 او 30 جنيه، بس دلوقتي هي سعرها 12 جنيه لان في مصنع جديد فتح في مصر. يلا بينا نبدا الحلقه. اول حاجه هنجربها مشروب موسي الشعير العادي خالص، وهنقارنه ببريل. هقارن كل حاجه واقول لكم انا من رايي تشتروا انهي فيهم. نجيب كوبايتين. نفتح البريل. في ايه؟ المفروض سهله الفتح بس هي مش بتتفتح بسهوله، فانا بصراحه هجيب حاجه افتحها بيها. ادي البريل. تقريبا نفس الشكل بالظبط. هندوق موسي اول حاجه. طعم الشعير فيه قوي جدا ومر جدا، لو انت مش بتحب الشعير مش هتحبها خالص. ندوق البريل. هندوق الموسي تاني. طيب طعم الشعير في موسي قوي جدا، المرارة فيه زيادة اكتر. البريل اخف وطعم الشعير مش مر قوي، فلو انت بتحب طعم الشعير اشتري موسي، لو انت مش بتحب طعم الشعير قوي اشتري بريل. لو انت مش بتحب طعم الشعير اصلا ما تشتريش الاتنين دول لان فيها طعم الشعير قوي قوي. ممكن اجيبك حاجه بالفواكه اللي هتيجي كمان شويه. تاني مقارنه معانا موسي خوخ وشويبس جولد خوخ. انا بصراحه بحب شويبس جولد جدا، نشوف موسي هتتفوق عليها ولا لا. هجرب دلوقتي افتحهم بايدي تاني. غريبة جدا يعني، مش راضية تفتح يعني، مش عارف. ريحة الخوخ قوية جدا في الاتنين، بس حاسس ان موسي ريحة الخوخ فيها اقوى. تعالوا ندوق. طعم الخوخ فيها باين. طيب طعم الخوخ فيها باين في الاتنين، بس شويبس جولد طعم الخوخ كده منعش اكتر ومسكر اكتر كمان، فانا لو هشتري واحدة منهم هروح مع شويبس جولد بصراحة. بصوا بقى هنا يا جماعة، مش عارف باين عندكم ولا لأ، بس في صدى على الإزازة. طبعا دي مش حاجة حلوة خالص. خلوا بالكم بعد كده قبل ما تشربوا أي حاجة، فبصراحة حركة وحشة. خلي بالكم يا شباب المرة الجاية. نيجي للمقارنة اللي بعد كده، موسي تفاح أخضر وفيروز تفاح. محددين أخضر ولا أحمر، بس هو لون البتاع أحمر، بس هنشوف دلوقتي. هندلق من موسي تفاح الأخضر. نفتح كده الفيروز التفاح. ريحته تفاح احمر، نفس ريحه الفانتا تفاح احمر. ندوق موسي. طعم التفاح باين فيها بس مش مسكره زي ما قلت لكم، فهي تقريبا منتجات موسي كلها ما فيهاش سكر كتير، ودي حاجه كويسه عامه. طيب فيروز مسكره اكتر، وطعم التفاح كده فيها افتر تيست تحسها طعم القشره يعني، مش عارف، بس هي فيها افتر تيست كده. هي مش وحشه يعني، هي حلوه، انا بشرب فيروز تفاح حلو، بس فيها تيست كده، حاجه بعد التفاح. التيست ده مش موجود هنا. التيست هنا بيور تفاح بسيط من غير سكر كتير، معاها الشعير بتاع موسي. هنا فيها كده طعم التفاح مع مسكر شويه اكتر، وحاسس كده فيها طعم. استنى دوق تاني، استنى. حاسس ان فيها طعم كده حاجه مختلفه زياده عن تفاح، فيها افتر تيست كده. بس فالمره دي انا هروح مع موسي. بصراحه موسي في التفاح احلى من فيروز تفاح. طيب فاضل 4 من منتجات موسي، بس انا ما لقيتش منتجات شعير نفس الانواع علشان اقارنهم بيها، فهنجربهم لوحديهم واقول لكم راينا فيهم. اول واحد هنجربه ليمون نعناع. فتحت. واضح كده ان في حاجات بتفتح وفي حاجات ما بتفتحش بالسهوله. ريحتها ليمون نعناع جدا، اعتقد نفس اللون، تقريبا نفس اللون. ريحتها نعناع قوي وفيها سنة ليمون كده. مندوق.
طعمها حلو قوي، طعم ليمون كده الاخضر تقريبا، يعني هو ليمون قوي، في كده سنه نعناع بسيطه حلوه قوي، فكرني بشوبس الليمون نعناع، بس ده اقوى، الليمون فيه اقوى قوي. تاني واحده بنكهه الرمان، برضو فتحت. واضح كده في منهم بيبقى مداس عليه جامد فمش بيفتح، وفي اللي هو ممكن تفتحه بايدك. ريحتها رمان قوي. الالوان اختلفت، ايه الالوان اختلفت، اللي فاتوا كلهم كان لونهم اصفر، لون الشعير العادي، بس دي لونها احمر. لا دي وحشه، دي ما عجبتنيش. لا بصراحه مش حاسس فيها طعم رمان، حاسس فيها طعم ملبس كده، ملبس بالفراوله. عارفين ملبس بالفراوله اللي هو بتاع اللي بيبقى عند المقله، لونه احمر ده، طعمه قوي. الفليفر اللي بعد كده بالفراوله. كان في زمان فيروز بالفراوله، مش عارف تفتكروها ولا لا، نزلت كده فتره ومشيت عشان كان طعمها وحش، فانا مش متفائل بيها بصراحه. يلا نجربها. دي مش بتفتح، بصوا، هنقعد بقى نجرب ونشوف بتفتح وما بتفتحش. لا نعمل الفتاح. كما هو متوقع، لونها هي مش لونها احمر قوي، هي لونها روز كده، ريحتها شربات. ايه ده، ايه ده، ايه ده، ايه المفاجأة دي؟ كل المنتجات طعم الفاكهة بيبقى فيها باين، والشعير مش بيضرب كده، دي الشعير بيضرب الاول وبعد كده طعم مسكر في الاخر، مش طعم فراولة. هي ريحة فراولة بس مش طعم فراولة، طعم شربات كده، غريبة غريبة. اخر واحد معانا هو نكهة التوت المثلج، وكان في نكهة توت احمر، بس بصراحة انا حسيت ان هو هتبقى طعمها مش حلو او شبه الباقيين، فما جبتهاش صراحة، فقلت اجيب التوت المثلج ده يمكن تبقى فيها اختلاف. يلا بينا ندوق. لونها ازرق، بصراحة لونها جميل، واتوقع لونها هيبقى احلى من طعمها. ايه بقى، ايه، ايه ده، إيه يا موسي ده، ايه ده وحش قوي. طيب استنى، رايح فين؟ هقول لك ترتيبي للحاجات اللي حبيتها في موسي. طيب ده ترتيبي لكل منتجات موسي اللي احنا جربناها النهارده. اول حاجه معانا الليمون، بعد كده الخوخ، بعد كده التفاح، بعد كده الشعير الساده، وبعد كده الفواكه دي بصراحه ما عجبتنيش، فانا حطيتهم في الاخر بدون اي ترتيب. كده وصلنا لاخر الحلقه، انزل اعمل لايك لو لسه ما عملتش لايك لحد دلوقتي، وسبسكرايب علشان نوصل 1000 سبسكرايبر في اسرع وقت. وبس كده، سلام.